ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد هوريكم طريقه عمل كفته داوود باشا بطريقه سهله وبسيطه وطريقه مصريه. اول حاجه انا معايا كيلو لحمه مفرومه. كمان معايا ربطه بقدونس الاوراق بتاعتها. معايا اهم حاجه بقى في الوصفه التوابل بتاعتها اللي هي جنزبيل، قرفه، توم باودر، فلفل، بابريكا، ملح. دي التوابل بتاعه كفتة داوود باشا، الاساسي فيها القرفة والجنزبيل. بصلاية كبيرة انا ضربتها كده ناعم، وهضربها تاني مع اللحمة عشان اللحمة المفروض بتبقى ناعمة شوية عن اللحمة المفرومة العادية. هضربها تاني مع البصل كده لحد ما تنعم. دلوقتي خلاص انا ضربتها بالشكل دوت. انا هضيف لها اوراق البقدونس. دلوقتي كده خلاص اللحمه هي اتضربت بالبقدونس والبصل. لو انت ما عندكيش الكبه اللي انت ممكن تعملي فيها، ممكن تعجنيها بالشكل دوت كده يندمج كله مع بعضه. دلوقتي انا هضيف التوابل بتاعتي اهي كلها مع بعض مره واحده، وهبدا ادعك اللحمه كويس جدا لحد ما كل التوابل دي تندمج كلها مع بعض، ونسمغ اللحمه كمان. دلوقتي اللحمه خلاص اهيت بقت بالشكل دوت كده. جبت صينيه هنا، حطيت فيها معلقه زيت، وهبدا اكور اللحمه واحطها في الفرن. هي المفروض تستوي من فوق في كميه زيت كبيره في الطاسه، بس انا ما بحبش اعملها كده عشان ما تبقاش فيها نسبه دهون عاليه، فبعملها بالطريقه ديت في الفرن. كفته اهيت عملتها كلها كور كبيره شويه، وهي بعد ما هتستوي هتصغر، فانت لما تيجي تعمليها بقى خليها كبيره كده عشان لما تستوي هتصغر شويه عن حجمها. هدخلها الفرن. اهي دلوقتي انا خلاص حطيتها في الفرن على نار عاليه، وكنت الفرن مسخناه قبليها. وبعد ما تستوي او تنزل ميتها شويه هرفعها فوق على الشبكه عشان تحمر. بصل وثوم وطماطم دولت اللي هعمل بيهم الصلصه اللي هحط فيها الكفته بعد ما تستوي. بصلايه كبيره، معلقه ثوم مهروس كبيره. خلاص اتحمرت اهي بالشكل ده. هضيف لها كمان الثوم يبقى متحمر كويس بس ما يتحرقش يعني معاكي. هضيف مكعب مرقه، نص معلقه فلفل، ملح حسب المذاق. هضيف لها دلوقتي الطماطم، وبعد كده هغطيها لحد ما تتسبك. الكفته اهي خلاص دخلت في السوا اهي. اول ما تبقى كده بروح اقلبها الناحيه التانية كده، اقلبها كلها عشان يبدا الناحيه التانية تستوي او تحمر معايا، وبعدين بحطها في الفرن من فوق على الشبكه كده. الكفته خلاص خلصت، انا طلعتها من الفرن. ولو حابه انت تاكليها كده بالشكل دوت من غير ما تضيفيها لها صلصه، ممكن تاكليها كده بيبقى طعمها حلو، طعم التوابل والخضره باين فيها. ودي تبقى طريقه مختلفه عن الكفته العاديه. قوامها سميك اهو كده، وانا ظبطت الملح بتاعها اهي. وهبدا اضيف لها، بس مش هاخد الزيت اللي تحت دوت كده ديت عشان ما تبقاش دسمه. وهغطيها واسيبها تغلي شويه، وبعد كده هبقى اغرفها. نهائي الكفته داوود باشا. واتمنى ان هي تعجبكم، وبالهنا والشفا.